السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وربنا يعود عليكم الأيام بخير. رمضان خلاص على الأبواب، يوم الخميس الجاي إن شاء الله. فبحب كل يعني بشكر كل الناس اللي دعمتني واشتركت في القناة وفعلت زر الجرس وشيرت الفيديو وشيرت الفيديوهات اللي أنا بعملها، فبتشرف بيكم كلكم ويا ريت الناس اللي هتشوف الفيديو ده تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. هيعجبكم إن شاء الله المحتوى اللي أنا بقدمه، وتدوسوا لايك وتشتركوا وتشيروا الفيديو ده في كل حتة. حلقة جديدة معاكم خالد كمال، برنامج كورة أون تايم. ده البرنامج بتاعي على اليوتيوب، وصفحتي خالد كمال على الفيسبوك. آه هنتكلم النهارده في 3 مواضيع سريعا كده، مش طول عليكم فيهم. أول موضوع وهو زلزال خروج الزمالك من بطولة أفريقيا ودوري أبطال أفريقيا، والخروج المذل لنادي الزمالك من شباب بلوزداد بالهزيمة 2-0 في ملعب 5 جويلة في الجزائر. فحاجة بصراحة يعني، أنا شخصيا كنت متوقع خروج الزمالك من بطولة أفريقيا من ماتش شباب بلوزداد، بس أنا ما كنتش ينفع أطلع أقول كده في الفيديو اللي فات واصدر طاقه سلبيه او اصدر صوره سلبيه للجماهير اللي بتشجع نادي الزمالك اللي انا واحد منهم. بس كنت بحاول ان انا اتكلم كلام ايجابي، كنت بحاول بقول ان انا الزمالك فرصته في ايده، الزمالك يفرق عن الاهلي بان هو فرصته في ايده مش فرصته في ايد الاخرين. فسبحان الله يعني، سبحان الله سبحان الله، ربنا ليه حكم. ان الزمالك اللي كانت فرصته في ايده خسر من شباب بلوزداد 2-0 وخرج من بطولة افريقيا، والاهلي كسب القطن الكاميروني وعمل اللي عليه وكسب 4-0 باداء ممتاز جدا. وصن داونز اتعادل مع الهلال 1-1، فاظل الاهلي فرصته بايده. يعني بعد ما كان الاهلي فرصته في ايد الاخرين، لا ده الاهلي دلوقتي اتعكست الايه، بقى الاهلي فرصته في ايده. يعني الاهلي يجي هنا الهلال يكسبه يصعد، يكسبوا 1-0 يصعد، 2-0 يصعد، 3-0 يصعد. ففرصتك في ايدك خلاص، جات لك في ايدك وخلاص. لكن الزمالك والخروج المذل من شباب بلوزداد بالهزيمه 2-0، يعني حتى ما تعادلتش ان انت تحافظ على امالك حتى لو في ايدين الاخرين. لا ده انت قضيت على امالك خلاص بالخروج، واصبحت اكتر نادي يخرج من دوري المجموعات. فانت هنا كنادي الزمالك انت حطمت رقم قياسي ان انت اكتر فرقه خرجت من المجموعات، وحصرت الناس وحصرت الجماهير. الواحد مش صعبان عليه، والله العظيم الواحد مش صعبان عليه غير الجماهير اللي بيتحرق دمها، والجماهير اللي كل متعتها ان هي تشوف نادي الزمالك بيكسب وتشوف نادي الزمالك بياخد بطولات. فدي اللي الواحد متحسر عليه. فان انت كنادي الزمالك بحجمك دوت افريقيا وعربيا ودوليا تخرج الخروج ده، تتهزم من شباب بلوزداد في القاهره، تتعادل مع المريخ في ليبيا، تروح للترجي تتهزم هناك 2-0، تخسر كمان من شباب بلوزداد 2-0 هناك. يعني انا مش فاهم بصراحه، مش فاهم اداء اللعيبه اللي كان في الملعب ده كان عامل ازاي. ده انتوا والله العظيم والله العظيم لو عندكم ريحه الدم، ريحه الدم مش الدم ريحته، تمام، ما كانش حصل اللي حصل. مش هتكلم بقى على لعيب لعيب، لان انا اللعيبه اللي موجوده دي لعيبه كسر باستثناء 4 5 لعيبه. باقي اللاعبين اللي في نادي الزمالك كلهم لاعبين كسر، كلها لاعبين كسر. ويطلع رئيس النادي يقول لك احنا جبنا احسن صفقات في مصر. احسن صفقات ايه؟ انت بتكذب على نفسك ولا بتكذب على مين؟ ما هيشوف اخرة الكذب واخرة الصوت العالي واخرة قلة الادب وصلتك لفين. فانا بقول يعني للناس اللي بتتابعني، بقول للناس كلها: انت عايز ايه من نادي رئيسه محبوس سواء اتفقت او اختلفت معاه؟ تمام، مجلس اداره متخبط، مجلس اداره ما بيصدرش قرارات. لك ان تتخيل ان الزمالك ماتش يوم الجمعه اللي فاتت خسر 2-0 وخرج من البطوله بهزيمه مذله من شباب بلوزداد، ولغايه دلوقتي مفيش قرارات حاسمه تعدل دفه النادي.
تحط النادي على الطريق الصحيح. يعني انا كنت شايف ان الزمالك، ان مجلس الاداره ده لو عنده لو ده مجلس اداره بجد، مجلس اداره ليه كلمه، عنده شخصيه وعنده كلمه، تمام، ان هو بعد ماتش شباب بلوزداد ده، تمام، يقيل فيريرا. يبقى عنده خطه مسبقه مش لازم أن يعلنها عشان خاطر الفريق وعشان خاطر المدير الفني. يبقى عنده خطه ان هو ان هو يشوف بعد الماتش شباب بلوزداد حتى لو كسب وكسب المريخ وتاهل، ان هو يبقى على فريرة او يقيله ويبدا مع مدير فني تاني. لكن اللي حصل مع الترجي مع الزمالك لما الزمالك كسبه 3-1 ده كان صدفه. ده كان صدفه. فريق ما عندوش اي مقومات الفوز، خسر من انبي 2-0 من شويه شباب زي الورد، خسر منهم 2-0. يعني انبي كانت بتلعب بالناشئين يعتبر، ما فيش غير فيهم واحد او اتنين. فانت بتتكلم في نادي ما عندوش مجلس اداره، نادي ما عندوش لعيبه، نادي ما عندوش جهاز فني، تنتظر منه ايه؟ تنتظر منه ايه؟ يعني الواحد من كتر حرقه الدم اللي هو كان فيها وكان ضغطه عالي، انا ما طلعتش يوم الماتش ولا تاني يوم، ما كنتش قادر اطلع اتكلم، ما كنتش قادر اطلع اتكلم. فالله يكون في عون جماهير نادي الزمالك، والله الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك. الموضوع التاني اللي هتكلم معاكم فيه سريعا، وهو مهزله السوشيال ميديا، او السوشيال ميديا وخروج الزمالك من بطوله افريقيا. وقد ايه تحس المذيعين فرحانين ان الزمالك خسر، ان هو طلع من بطوله افريقيا. نظام المكايده يا جماعه، والله العظيم القصه مش قصه اهلاوي وزملكاوي، القصه ان احنا ما عندناش فعلا اعلام، ما عندناش فعلا اعلان. يعني انت بتتكلم زي ما بتتكلم على نادي الزمالك في فرحته، اتكلم عن النادي الاهلي في فرحته. زي ما بتتكلم في نادي الزمالك في احزانه، تراعي نادي الزمالك في احزانه. زي ما بتتكلم على النادي الاهلي في انكساراته، تراعي النادي الاهلي في انكساراته. مش ان انت الزمالك خرج من بطوله افريقيا تقعد تخبط وتقعد تشمت وتقعد كلام سلبي وكلام تقليل من نادي الزمالك. لا، لا حضرتك، انت لما بتتكلم عن نادي الزمالك انت بتتكلم على نادي الزمالك ككيان، نادي الزمالك كجماهير. فحتى لما تتكلم عن نادي الزمالك في اخطاء، في مشاكل، تمام، حضرتك تحاول ان انت تبين المشاكل دي وحاول تطرح حلول ليها. مش تحاول ان انت تقلل من نادي الزمالك، مش تحاول ان انت في طريقه كلامك عن نادي الزمالك يبقى في تهكم. ده اللي احنا اتعودنا عليه من نادي الزمالك. نادي الزمالك بقاله مش ما نادي الزمالك ده اللي واخد الدوري السنه اللي فاتت حضرتك، واخد الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت، واخد الكاس. ما سمعناش في الاشاده بيكو لما الزمالك خد الدوري غير كلمتين ثلاثه وفض المجلس، كلمتين ثلاثه وفض المجلس. فسامحوني، سواء الاعلاميين اللي في التلفزيون ولا اللي في الاذاعه والقناه اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي مسيطره على الاذاعه ومسيطره على التلفزيون، تمام، كلهم بيتهكموا على نادي الزمالك، بيتهكموا على نادي الزمالك. انا واحد من جمهور نادي الزمالك، انا اطلع انتقد واطلع اقول الاخطاء واطلع اقول الاسباب من غير ما اتهكم على نادي الزمالك. نادي الزمالك كبير وهيفضل كبير بيكو او من غيركم. بس لما انا اطلع اتكلم، انا بطلع اتكلم بقول اخطاء، بطلع اقول اسباب اعالجها ازاي. برضك في النادي الاهلي اطلع اتكلم عن اسباب خساره النادي الاهلي وازاي يقدر يعالجها. زي ما اتكلمت في الفيديو اللي فات وقلت الاهلي للاسف فرصته مش في ايده، بس الاهلي لو عايز يصعد يكسب، وان شاء الله تجيله هديه من السماء ان صن داونز يتعادل، فهي دي تبقى الامور. فيا رب الدنيا تبقى على خير ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده. السلام عليكم.